يقول شيخ الإسلام تيمية والحديث في البخاري في كتاب الأنبياء قص علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم القصة. قال إنه كان في من كان قبلكم رجل قال لأبنائه جمعهم إن أنا مت فحرقوني ودقوا عظمي وذروه للريح في البحر. البحر بيكون ريحة ماله شديد عاصف. فلئن قدر الله علي ثم سدرت قال وما أظنه يقدر ما بيقدر ولكن إن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. قال عليه الصلاة والسلام ففعل به أبناؤه ما وصى. فلما ذروه للريح قال الله للريح اجمع فجمعته فمثل بقى قدام الله. قال الله له ما الذي حملك على هذا؟ قال خوفي منك. قال قد غفرت لك وأدخلتك الجنة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله هذا قال الكفر ودل على الكفر وشك في قدرة الله ولكنه لم يقع به الكفر في الآخرة، ذلك لأنه قام بقلبه ما يمنع من إيقاع الكفر به وهو مانع الجهل والتأويل. شوف بالله يا إخواننا الزول ده ممكن إخواننا يكفر يمرق بر الملة، لكن في النهاية شنو؟ وفي النهاية بعض الروايات قالت أنه كان نباشا. الحديث ده حديث يعني عظيم. نباش ده يعني شنو؟ أول ما زولت شنو بينبش قبره بيطلع الكفن يشيله ويخليه. يا إخواننا الذي يشك في البحث حكمه شنو؟ كافر ولا ما كافر؟ كافر، ولكن هذا لم يقع به الكفر لوجود مانع شنو؟ مانع الجهل، جاهل. ولذلك انظر أخي الحبيب إطلاق الكفر ينبغي أن يتحرز فيه، ولأن تخطئ في الإسلام أفضل من أن تخطئ في التكفير. يعني زول يكون جوا الجول يكون يعني كفر ما تطلع من الكفر، تخطئ وهو يكون كافر وانت تبقي مسلم أفضل مما زول يكون مسلم شنو؟ تبقي شنو؟ تبقي كافر. فلا بد أن يتحرز الشباب وأن يترووا في قضايا التكفير. ومن ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتجدني أكثر ما أنهى عن تكفير معين، فإن الرجل قد يقوم به الفعل، فعل الكفر أو قول الكفر، ولكن لعدم إرادته الكفر أو لجهله أو لحسنات ماحية أو لخطأ غير مقصود، فإن الله تبارك وتعالى لا يعتبره من الكفار. وأنت ممنوع أن تطلق عليه الكفر تعيينا، يعني ما تقول فلان ده كافر وفلان ده شنو؟ كافر، إلا من كان أصله الكفر. أما الأصل من كان فيهم الأصل الإسلام، شهد الشهادة واستقبل القبلة ثم وقع جهلا في بعض الأفعال التي هي تخل بالإيمان وتقدح في الاعتقاد وقد تفضي إلى الكفر، فلا يجوز تكفيرهم.